جمهورية جنوب السودان The Republic of South Sudan السلام عليكم. الليلة كمان يوم جميل وربنا جاب لنا شمس بقى، جاب لنا الأمام والشمس ما في الليلة. كلام تاعنا بيكون كلام شوية. أنا بقول لكم الشعب ده ولاية جنوبية، الشعب ده مدينة بور، عاصمة ولاية جنوبية، الشعب ده جنوب السودان كله لسه نحن بنقول لنفسنا مبروك علينا بجمهورية جنوب السودان. ومبروك ل SPLA SPLM الجاب البيت الجديد لنا ده. SPLM مواطنين بتاعنا كله عليه طبعا ده كلنا نحن شاركنا فيه. الزول كان ما شارك في التحرير لسه التحرير ده is continuing. تحرير يعني ما انتهى. في تحرير من القبلية، لازم نشيل القبلية برا يعدوا. نشيل تحرير من الكراهية، ما نكره بعضنا البعض، نشيله برا، نحب بعضنا البعض. من الفقر from poverty عشان نكون غنيانين لازم نشتغل عشان نكون عندنا قروش. تحرير من الجعان، الجوع لازم يفوت، ما بفوت ساكت بطرده. شوف أسايا صوت دوب جابات توكل يجري. برضو من الجهل عشان كل لازم نمشي المدارس. وأنا مبسوط ريال كثير في بور في جنغوليه ومن في المدارس، وناس كبار برضو ماشيين لدكتور جون ميموريال يونيفرسيتي اوف ساينس اند تكنولوجي، ماشيين نتفق هناك تعليم، لأن التعليم برضو جزء بتاع الحياة. نشيل الجهل برا، برضو التعليم برضو نعالج نفسنا من المرض. نشيل البرايمري هيلث كير، بابليك هيلث، لازم نحن نراعي البابليك هيلث. بيوتنا يكون نظيف، جسم تاني يكون نظيف، البلد تاني يكون نظيف. برضو التحرير من الجوانب في كل الجوانب، ده كله بالتحرير. فالتحرير لسه ما انتهى يا جماعه. ما نقول خلاص الحكومه جنوب نحن بقينا اندبندنت وخلاص نحن مرتاحين، ولا خلاص الناس بتاع الشمال لما انفادوا خلاص بقينا دوله ونحن لا، لسه المشاكل كان لسه كتير. العطش برضه نعرف نفسنا من العطش عشان نلقى مويه كتير. في اي مكان تمشي فوق تلقى مويه نظيف كمان. ناو بقينا عندنا دوله اسمها جنوب السودان، جمهورية جنوب السودان. ده انجاز كبير، نحن مبسوطين ونحن عملنا احتفالات، ولغايه هسه لسه نحن قاعدين بنعمل احتفالات في البيوت تاعنا. زول مرتاح. بقينا عندنا رئيس بتاع جمهورية جنوب السودان، رئيس سلفا كير ميادي، بقى زي بشير، زي اوباما، ورئيس كمان زي مسيفني، زي رؤساء العالم. يعني احنا بقينا دولة نمرة 54 في افريقيا. African countries are 54, we're 53. Now with South Sudan has become number 54. نحن دولة كمان. تمشي في أديس أبابا فوق علامة African Union، علم بتاع جنوب السودان في هسه فوق هناك في أديس أبابا. تمشي في نيويورك where you have all the flags of the nations، علامة بتاعت الدول كله، علم بتاع جنوب السودان فوق هناك. في عندنا الجيش بتاعنا SPLA
ده برضه في جيوش العالم ما يقبل بالجيش. إنه الجيش خلاص، والجيش بتاعنا بعد كده إن إحنا بنكون إن إحنا بنقوي الجيش بتاعنا ده، ندربه كويس ونجيب له كل الأسلحة عشان يكون طيارات، يكون عندهم هليكوبترات، يكون عندهم أنتينوف، يكون عندهم كمان أسلحة طيارة سلاح بيجيب أنتينوف ده كان طلع فوق لغاية فوق هناك، سلاح ده كمان بننزل. لازم برضه يكون عندنا دبابات، وعندنا كمان غواصات في البحر هنا يكون موجود. يعني الجيش بتاعنا يكون جيش قوي، لازم نبني الجيش. الشرطة بتاعنا والقوات الأمنية بتاعنا كله لازم برضه يدوم تدريب كويس وتسليح كويس، ويكون ناس عندهم ضبط وربط. العسكرية والبوليسية ناس يراعي القانون، مش يبغوا كسروا القانون. نحن عندنا الدستور بتاعنا، وهسه بقينا عندنا قروش بتاعنا، عشان اي دولة لازم عنده قروش. فكل يوم في حاجة جديد جاي، في حاجة جديد جاي. فالجاي هسه قروش. القروش دي يا جماعة ياو ويلث، ياو رمز، ياو ثروة بتاعنا. عشان القروش ده كان قروش تدار شيء انت ما بتقول ساكت إلا تدفع قروش. كان تدار بدل انت ما بتقول ساكت إلا تدفع قروش، تمشي بيو. لو انت قروش تبيو تلاقوا ودالك قماش ولا صابون. لو انت قروش انت بشيله. لا تبني بيت بتاعك ولا تشتري عربية، انت قروش بالقروش ده انت ببيو. هسه القروش بتاعنا ده قروش جنيه جنوب السودان، ساوث سودان باوند. زي ما قالوا قبل نفس القيمة بتاع الجنيه القديم ده، يعني نفس القوة ذاته. لكن القروش بتاعنا ده بيشتغل في الحدود بتاعنا، ما بمشي يشتغل في كينيا ولا في يوغندا. لو شئت في كينيا ما في زول بغير لك، لو شئت في خرطوم في الشمال ما في زول بغير لك، لو كان شئته في أي مال ما بغير لك. بغيره وين؟ بغيره في بنك. انت لو داير تمشي ليوغندا تشتري حاجة في يوغندا، انت بتمشي للبنك تملى عرانيك ويدوك القروش بتاع يوغندا أو دولار، تغيره بدولار، تشتري دولار تمشي بيه دولة تاني. دي قروش بتاعنا في داخل الحدود بتاعنا. ما في قروش بتاعنا بيشتغل في سوق، ما في دولار في السوق. تمشي تشتري حاجة في السوق بدولار ممنوع، تمشي تاجر لك بيت بدولار ممنوع، لازم يكون بجنيه بتاع السودان ده. جنيه بتاع جنوب السودان يا شغال في أي محل. ده قروش بتاعك، تكون فخور تمشي راسك فوق وانت قروش الجنيه بتاعك في اليد بتاعك. الجنيه ده لازم يكون له تحترمه، ما يطبقوا ساكت زي ورقة، يطبقوا زي عشان يشيلك، عشان ده بعملوا كمان بالقروش. كان جنيه بقى ما في السوق معناتها انت ما بقدر تشتري حاجة. الجنيه ده يا جماعة ما بخلي في صندوق، ده كان كله في صندوق. كل واحد لو خد الجنيه قروش في صندوق هناك في صندوق، معناتها القروش بكون ما في يد انا في سوق ما في. التاجر داخل هجرته في سوق في صندوق في صندوق الصندوق قروش بكمل في يدين ناس. بعد الناس بيقول يا جماعه قروش انتهى، ماله قروش ما في ليه؟ فالقروش ده يا جماعه بيخطوا في بنك. ده في عالم كده ما في قروش مصروف في الجيب، تمسك لك قروش بس بسيطين بسيط. قروش ده انت جيب تاني منه. بالاخص نازل في المدينه زيتكم زي ده كل واحد يكون بيسافر في البنك. لكن في ناس بيقول ده البنك ده بنك بتاعك، ده ما بنك بتاعي يا جماعه. ده بنك بتاع كينيا. انتوا بتقولوا قال KCB قال كوال كوميرشال بنك. ده كينيا كوميرشال بنك يا جماعه.
البنك بيحفظ لك قروش بتاعك. انت كان عندك قروش في البنك وانت داير ليه سلفيه، بنك بديك سلفيه عشان انت عندك حساب في البنك في البنك بديك سلفيه. قروش بتاعك ما بسرقه عشان هو قاعد في البنك. ما كان بيت حرق، قروش بتاعك ما بيحرق قاعد في البنك. كان زول عارف قال انت عندك قروش في البيت بهاجموا انت. بيشيل حاجات وزول ما عنده قروش بيهاجم انت ويشيل قروش. لكن كان عارف انت بيزنس مان وما عنده قروش في جيب في بيت، ما بيمشي في بيتك ذاته. لا ده خساره يمشي. إلا يمشي للبنك. لكن يمشي في البنك ما في بوليس هناك. وقروش كمان ما قاعد ساكت في الوطن، قاعد في خزنه. وخزن ده كان قال امشي كسر انت ما بقدر. ده كذا ما كان تقول ما تلقى انت ما بفتح بقفل زياده. قولي ده حافظين كويس في البنك هناك عشان لازم نخش قولي بتاعنا في البنك. وفي بنوك كتير جاي. عندك KCB ياسر، في بنك بتاع ابو ظبي جاي، في بنك بتاع جنوب السودان ذاته هو جاي، وفي بنك بتاع اثيوبيان بنك برضه جاي هنا. هم داير واتا باي ذا واي. الناس بتاع واتا كوميشنر اثيوبيان بنك هم داير واتا. في ابو ظبي بنك، في خرطوم بنك، هم كل جايين يعني. بنوك هيكون كتير. فانت بخد الجروب بتاعك في البنك، انت كان داير انت تروح تشيله. تمشي تدفع عمل هاي بتاعك داير وسيب باقي في البنك هناك. انت عملت بيمشي يشتري حاجه من انت. زول كان انا بقول له جنيه بروح بيو حاجه ثانيه من زول ثانيه. بمشي يبيعوا ملاح في السوق. بمعنى جنيه بتاع ده قام الدكان ماشي لزول بتاع سمك. زول بتاع سمك كمان هو داير خضارات. هو ما بزار الخضارات يشيل الجنيه ده